على الباب، جاي يفتح اهو. الله، مين اللي بيخبط بالطريقه دي؟ مين؟ مروه؟ في ايه يا مروه؟ في ايه يا مروه بتعيطي ليه؟ امك ماتت ولا ايه؟ امي ايه انت كمان؟ في ايه؟ بطمن بس. تعالي عودي. في ايه بس؟ مالك بتعيطي ليه؟ طارق عايز يسيبني. طارق ده الواد اللي انت ماشيه معاه؟ هو ايه يا منى اسمها الواد اللي ماشي معاكي؟ طب بالراحه بس يا حبيبتي، فهميني كده بس ايه اللي حصل؟ مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي، ومحمود اللي جاي بكره ده. طيب يا حبيبتي احنا هنتصرف دلوقتي. الولد ده بعد ما خلى سمعتك على كل لسان عايز يسيبك ليه بقى؟ بصراحه اتصل بيا وقال ان هو عايز يقعد معايا كده لوحدينا، بس انا شتمته وهزقته. لا برافو عليكي شاطره، وقفلت السكه في وشه كمان. ايوه صح كده طبعا. طب ودلوقتي بقى اخوك اللي راجع من السفر بكره ده هتقولي له ايه؟ ما هي دي المصيبه الكبيره بقى، مش عارفه اعمل ايه. المصيبه الكبيره. طب بقول لك ايه، واحده معايا كده واسمعي اللي هقول لك عليه. انا متضايقه قوي ومش عارفه اعمل ايه. يا بنت اسمعيني بقى وركزي في الكلام اللي هقوله لك. عماله تعيطي كده عمال على بطال. ركزي كده في الكلام اللي هقوله لك عشان اقول لك تعملي ايه. اتصلي على الولد ده دلوقتي وقولي له يجي، وان انت موافقه ان انتوا تقعدوا مع بعض لوحدكم. ازاي بس الكلام ده يا منى؟ من غير ازاي، اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه ونفذيه. انت تقولي له يجي بكره، وتقولي له ان الشقه كمان هتبقى فاضيه، شقه اخويا، وان اخويا جاي من السفر وكل البيت راحوا عشان يستقبلوه ويجيبوه من المطار، وان الشقه هتفضل فاضيه يجي 4-5 ساعات. وتقولي له يجي عشان تقعدوا لوحدكم. بس بقول لك ايه، قولي له يجيب تورتايه وهو جاي. يلا اعملي زي ما بقول لك. انا مش فاهمه حاجه خالص. مش مهم تفهمي، يلا اتصلي بيه. طيب. الو. ايوه يا حبيبي، مش انت كنت عايزنا نقعد مع بعض لوحدينا؟ بقول لك ايه، انا موافقه. ايوه صحيح. بقول لك ايه، تعالى بكره وهات معاك حاجه حلوه وانت جاي. ايوه بكره في شقه اخويا الساعه 6 كده. اشمعنى الساعه 6؟ اصل هم كلهم هيبقوا بره رايحين يجيبوا محمود اخويا من المطار، اصله راجع من السفر وهيقعدوا بره يجي 4-5 ساعات. نكون احنا بقى قعدنا كده مع بعضنا ايه براحتنا. خلاص ماشي يا حبيب قلبي، هستناك بكره. ما تنساش بقى التورته، وتجيب لي شوكولاته كمان معاك. يا ام بطن. يلا مع السلامه، باي باي. شاطره يا مروه. قولي لي يا منى هتعملي ايه بقى؟ مالكيش دعوه انت بقى، سيبي لي انا الطلعه دي. بس يا رب بقى يتمر فيكوا في الاخر. يعني ايه يا منى؟ لا يا اختي مفيش، ده انا بكلم نفسي. تسلم ايدك يا منى على الاكل الجميل اللي انا اكلته ده. الف هنا وشفا يا محمود. مطرح ما يسري يمري يا حبيبي. بقول لكم ايه، انا هدخل كده اوضتي اريح شويه لحسن جاي هلكان قوي من السفر. طيب يا حبيبي، بس احنا كنا عايزينك كده في موضوع قبل ما تدخل تريح. موضوع ايه ده يا منى؟ في عريس جاي يتقدم لاختك مروه النهارده. ايه ده؟ معقول؟ صحيح؟ ايوه طبعا صحيح. والله فرحتوني قوي، ده انا وشي حلو عليكم بقى. طبعا يا اخويا. ده ولد ايه يسرح القلب، ده جارنا ساكن جنبنا هنا. جارنا؟ وهي عرفته منين جارنا ده؟ ده يبقى اخو واحده صاحبتي يا محمود. ايوه صح مظبوط، كلامها مظبوط. ده كان عايز يتقدم من فتره بس هي ما رضيتش، قالت له لما اخويا يجي من السفر. فطبعا هو كان مستنيك لما تيجي، وقال لها يعني يوم ما اخوك يجي من السفر تقولوا لي عشان اجي على طول. ايه ده؟ يعني هو هيجي النهارده؟ ايوه هيجي النهارده. بقول لك ايه، ادخل كده اوضتك ريح ساعه عبال هو ما يجي. ايوه صح مظبوط، عندك حق، هدخل اريح شويه كده اصل تعبان قوي. ماشي يا حبيبي، وماله. مفيش مبروك ولا ايه يا اخويا؟ يا اختي تنيله على عينك، هو يعني عريس بجد؟ مالك يا اختي فرحانه قوي كده؟ ده ايه الهم الاسود ده؟ ايه ده يا منى؟ الباب بيخبط، ده شكله كده هو اللي جه. طب استني يا بت، استني لما نبص كده من العين السحريه نشوفه هو ولا لا. ده اكيد هو. ايوه فعلا هو. بقول لك ايه، انا هدخل جوه استخبى وانت افتحي له ودخليه. طيب ماشي. استر يا رب. اهلا يا طارق، تعالى. ايوه بقى يا جميل، ما كان من الاول تسمعي كلامي، كنا عايزين نقعد مع بعض كده شويه. جبت لي التورته؟ طبعا يا حبيبتي، التورته اهي، اتفضلي. شكرا. اهلا، سلام عليكم يا استاذ، ازيك؟ اهلا وسهلا. مين دي يا مروه؟ دي مرات محمود اخويا. بقول لك ايه يا دي، انت عارف لو ما عملتش اللي انا هقول لك عليه ده انا هعمل فيك ايه؟ هو ايه حضرتك اللي انت هتقولي لي عليه؟ تنفذ الكلام اللي هقوله لك بالحرف الواحد. انت هتتقدم للبت دي. بتقولي ايه؟ زي ما سمعت كده، هتتقدم للبت دي والا هصوت والم عليك الناس واقول لهم واحد جاي يتهجم علينا. لا، وعلى ايه؟ ولا تحب اقول عليك حرامي واحبسك؟ لا، ولا حرامي ولا غيره. تتقدم لها كده بالادب وتقول لاخوها ان انت بتحبها وعايز تتجوزها وجاي تتقدم لها، والا انا بقول لك اهو. سامعني ياد ولا مش سامعني؟ حاضر. وامسك العلبه دي شبكه عشان تقدمها لها. كمان شبكه؟ ايوه. طب وليه السرعه بس اللي حضرتك فيها دي؟
معلش انا بحب السرعه، ده لو كان في مأذون كنت جبته كتب الكتاب وخلصني. يلا يا بت قومي ادخلي نادي لاخوكي، قولي له العريس جه. تنادي على مين حضرتك؟ بس يا انت اقعد ساكت، لو سمعت صوتك انا بقول لك مش هسكت لك، مش هتروح النهارده. يلا يا بت اسمعي الكلام، ادخلي اندهي لاخوكي ودخلي التورتيه دي جوه في التلاجة بتاعتي. حاضر حاضر. يا محمود بقول لك ايه يا بت، انا هقعد مع الواد ده لحسن يجري. هو انا كده متدبس ولا ايه؟ اسمع ياض، انا مش عايزه اسمع صوتك خالص. على فكره انا جاي هنا غلط. اسكت خالص، مش عايزه اسمع صوتك. حاضر حاضر. اهلا 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 يا باشمهندس، اهلا وسهلا يا فندم. ده بقى الاستاذ طارق العريس اللي هيموت وعايز يتجوز اختك. تشرفنا يا استاذ طارق. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا اهلا. قول لي يا استاذ طارق طلباتك ايه؟ طلبات ايه حضرتك؟ الطلبات اللي حضرتك جاي تطلبها. قالوا لي ان حضرتك جاي تتقدم لاختي، ده انا سمعت ان انت مستنيني من فتره طويله قوي لحد ما ارجع من السفر. ده كل شويه يا محمود يسأل الاستاذ محمود جاي امتى، الاستاذ محمود جاي امتى. والله باين على وشه ان هو راجل محترم. طبعا محترم جدا. ما هو طبعا لما يستنى راجل البيت كده عشان يرجع، عشان يحط ايده في ايده كده ويتقدم لاخته، يبقى راجل فعلا محترم. انا سمعت ان انت جارنا ساكن جنبنا كده في الشارع. ها؟ بقول لحضرتك ان انت جارنا ساكن جنبنا يعني في الشارع. معلش يا محمود بقى، اصل باين عليه خجول. لا لا لا، مفيش بينا خجل ولا حاجه، عايزك كده تفك كده وناخد وندي مع بعض، ده احنا حتى يعني سننا قريب من بعض. ايوه انا حضرتك انا ساكن في الشارع اللي جنبكم. ايوه ساكن في الشارع اللي جنبنا مش كده؟ ايوه صح، في اول الشارع. ايوه مظبوط. وجاي ليه بقى اما تسأله يا محمود؟ اصل مكسوف منك، مش عارف يتكلم. لا يا حبيبي ما تتكسفش، ده احنا اخوات. وبعدين انا مش من الناس اللي بعقد الجواز والكلام الفاضي ده، انا اهم حاجه عندي يكون البني ادم شخص كده محترم، يكون مؤدب وعنده اخلاق، لان ده طبعا هيتجوز اختي. بص حضرتك، ايوه انا جاي عشان اتقدم لاخت حضرتك، وبعدين انا حتى مستعجل وجايب معايا الشبكه اهو. الف مبروك، الف مبروك يا بنتي يا مروه. هو في ايه يا استاذه؟ يا ابني هو انت جايب الشقه كده مش لما نتفق على كل حاجه، ايه الشقه والعفش وكل حاجه كده؟ لا اصلا انا مستعجل قوي. اجرى ايه يا محمود؟ الراجل بنقول لك مستنيك من زمان، ده بقاله سنتين مستنيك. يا مروه تعالي يا مروه. في ايه يا محمود؟ عريسك جايب لك الشبكه. الف مبروك يا حبيبتي، يا لهوي ايه الجمال والحلاوه دي. بس مش شايف ان الكلام ده سابق لاوانه؟ يعني لسه ما اتكلمناش ولا اتفقنا في اي حاجه، يعني المفروض كده نتفق على الشقه والعفش وكل حاجه. لا ما هو عنده شقه تمليك، اصله قاعد في بيت العيله. وبيت العيله ده جنبنا هنا؟ ايوه طبعا، امال ايه. كويس، عشان اختي تبقى تحت عيني كده واخد بالي منها كويس. ايوه حضرتك، انا عندي شقه في بيت العيله وان شاء الله نوضبها. ايوه، وهتاخد وقت قد ايه بقى حضرتك؟ اصلا انا بقى ايه موتي وسمي اللي يقعد بقى كده ايه يخطب واحده ويقعد داخل خارج. فهمني يا استاذ طارق. لا ده خجول، ده راجل محترم. ما تقلقش يا استاذ محمود، انا هخلص على طول شهرين ان شاء الله. طب كويس، شهرين مده كويسه. طب وانت ليه ما جبتش باباك يعني وانت جاي؟ جبت ماما، جبت اختك، اي حد من اهلك يعني. لا اصل الموضوع جه فجأة. معلش بقى يا استاذ محمود، هستأذن انا بقى، اصلا انا مستعجل. رايح فين؟ استنى اما نزغرت زغرتك كده يا اخويا، خليك قاعد عشان المنطقه كلها تعرف. ايوه يا ام سعاد، ايوه يا حبيبتي، عارفه الواد طارق اللي ساكن على اول الشارع؟ خطب البت مروه، ايوه اخته محمود خطبها. بقول لك ايه، عايزاك تعرفي الحته بقى كلها، ادي احنا عرفنا الناس كلها. بقول لك ايه يا استاذ طارق، ان شاء الله يوم الخميس الجاي بقى احنا هنيجي كلنا كده بقى، واجيب امي واختي ومراتي والعيله كلها، ونيجي نتغدى بقى عندكم عشان نشوف الشقه كده ونشوف بيتكم ونتعرف على اهلك. ايه بتقول يا استاذ محمود؟ تيجوا فين؟ امال ايه، لازم نيجي نتعرف عليك ونشوف البيت ونشوف الشقه وما تخافش، ده احنا هنساعدك في الجهاز. طيب ممكن امشي بقى؟ خلاص يا اخويا، الحمد لله، اتفضل امشي. ما تنساش بقى يوم الخميس زي ما اتفقنا هنيجي كلنا عندك. وما تنساش يا محمود تسأل عليه في المنطقة طبعا، امال احنا لازم يعني هنجوز بنتنا لأي حد كده لازم نسأل عليه الأول. لا بقول لكم ايه، انا سمعتي في المنطقة زي الجنيه الذهب. على يدي. طب استنى بقى نعمل لك كوباية شاي. لا بقى شاي ايه بقى، نشربه شربات عن اذنكم بقى. ماشي يا استاذ طارق، اتفضل. ياه ما شاء الله عليه، شكله كده راجل كويس. بقول لكم ايه، انا هدخل بقى كده اريح شوية، وانت خلي بالك منها بقى كده يا منى. وزي ما اتفقنا الخميس الجاي هنروح عنده عشان نعرف عنه كل حاجة، وانا لازم اسأل عليه برضه في المنطقة. ادخلوا انتوا بقى كده ايه، اقعدوا مع بعضكم وانا هدخل انام شويه. ماشي يا اخوي. بص بقى، اديني انقذتك وخليته جه لحد هنا وطلب ايدك، والمنطقه كلها عرفت ان هو خطبك. قدامك 3 ايام قبل يوم الخميس تروحي تقولي لاخوكي ان انت مش عايزاه، وقلبك كده مش طايقه، مش عايزه تشوفي وشه.
وانك صليتي صلاة استخارة ومش مرتاحة. فاهمة ولا لا؟ فاهمة يا مرات اخويا. واوعي يا بنت تتهبلي وتروحي ترجعي له الشبكة، اصل دي بفلوسي. هاتي يا اختي. ولو شفتك تاني مع الواد ده هوريكي وش عمرك في حياتك ما شفتيه. لا خلاص يا منى، ربنا يخليكي ليا يا مرات اخويا. مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه ولا هتصرف ازاي. وتعرفي يا بنت لو سمعتك انت وامك بتتكلموا عليا تاني هعمل فيكي ايه؟ لا يا حبيبتي، ما عدناش هنتكلم عليكي تاني خالص، ده انت جميلك فوق راسي. ايوه كده، ناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء.